السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. صيانة طريق ترابي متفرع من خط سرج عفلفل إلى كوان دبا بمساعدة الآليات. إقليم عنسبة يشهد ارتفاع الحوادث المرورية عام 2023 بنحو 6%. تعزيز دور مساهمة الشباب في برامج التنمية والتصدي في شمال البحر الأحمر. دعوة مصرية فرنسية لوقف إطلاق النار في غزة. الحرب الإسرائيلية على غزة تخلف أكثر من 27 ألف قتيلا. وفاة الرئيس الناميبي حاجي جينغوب عن عمر يناهز 82 عاما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم افتتاح طريق ترابي في 3 فبراير يؤدي من خط سرج عفلفل إلى منطقة كوان دبا، والذي تم إصلاحه بمساعدة الآلات ومبادرة مجتمعية. وقال السيد منقس أب والديسوس مدير إدارتي كوان دبا وعدجن إنه تم توسيع عملية الصيانة من 4 أمتار إلى 12 مترا، وشكر الذين ساهموا ماديا وعمليا في إنجاح العمل. وقال السكان إن تدهور الخط أثر سلبا على أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأبدوا استعدادهم لتوفير المراقبة المناسبة والإصلاحات الموسمية لضمان استمراريتهم. وفي الوقت نفسه وفي ذات اليوم افتتحت شركة حارات للنقل خطا جديدا من أسمر إلى منطقة عد شاخا في مديرية سرجان. وقال السيد السعري حدارزقي مدير ضحيتي عد شاخا وأدن قدام إنه تم فتح الطريق بعد إعادة التأهيل 23 كيلومترا من الطرق الترابية المؤدية من مدينة أسمر إلى منطقة قرمي، و3 كيلومترات من قرمي إلى عد شاخا بمشاركة مجتمعية قوية. وقال رئيس شركة حارات للنقل في الإقليم السيد أبراهام فسها قرقيس إن إطلاق الخدمة أخذ في الاعتبار أيضا القرى المجاورة، داعيا المواطنين لتنظيم حملات صيانة منتظمة والاستفادة الجيدة منه. وحث مدير مديرية سرجان السيد كفل مريم قبل مسقل القرى الأخرى على اتباع المبادرة التي اتخذتها قريتي كوان دبا وعد شاخة، لأن الطرق ضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الأهلية. أعلن رئيس شرطة المرور في إقليم عنسبة الرائد محاري كيداني أن حوادث المرور في الإقليم زادت بنحو 6% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وقال الرائد محاري أن 9 مواطنين لقوا حتفهم، وأصيب 156 آخرون بجروح طفيفة وخطيرة في 330 حادث مروري شهدها العام الماضي الإقليمي، فيما كانت قيمة الخسائر المادية قد بلغت حوالي 10.4 مليون ناف. وأشار إلى أنه تم ضبط وغرامة أكثر من 16 ألف مركبة بسبب المخالفات المرورية. وعن الأسباب أوضح أن عدم الحفاظ على الطريق الخاص والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية للمشاة والقيادة الخاطرة وعدم ضبط النفس، فضلا عن عدم استخدام طرق المشاة، وكذلك عدم إجراء فحص دوري للمركبات في الوقت المناسب، كانت من بين الأسباب الرئيسية. وقال الرائد محاري أنه يتم إجراء محاضرات توعوية بشكل منتظم للسائقين وأصحاب الورش، وكذا أصحاب مدارس تعليم القيادة والطلاب والمواطنين للحد من الحوادث المرورية وعواقبها، داعيا مستخدمي الطرق للتقيد بالقوانين المرورية تفاديا للحوادث. من جانبهم حث ضباط شرطة المرور على الانتباه إلى ازدحام الطرق وتغير ألوان الممرات الواضحة للخافتة للقضاء على أسباب الحوادث، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية غير القانونية في منتصف الطريق. واختتموا بالقول إن مهمة ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات لا تترك لشرطة المرور وحدها، وحث المجتمع على اتباع تعليمات شرطة المرور والقيام بدورها في القضاء على أسباب الحوادث.
أفاد مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع شمال البحر الأحمر في الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2023 الذي عقد في مصوع يوم 3 من فبراير، أفاد تنفيذ أعمال بناءة أسهمت في تعزيز دور ومساهمة الشباب في برامج التنمية والتصدي. وقال رئيس السياسة والتنظيم بالفرع الشاب سليمان يوسف إنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات لتوسيع وعي ومعرفة الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحفاظ على القيم الوطنية. وذكر لجنة أصدقاء الشباب بضرورة تعزيزها لضمان فعالية الأنشطة التي تستهدف الشباب، لأن قضية الشباب هي قضية وطنية. وبحسب التقارير المقدمة من الوحدات والمديريات فقد تم تسجيل نمو مشهود في تنظيم الشباب بشكل عام وتنظيم الطلاب بشكل خاص. وكانت أيضا الندوات المنتظمة لرفع الوعي السياسي بين الشباب والأسابيع الشبابية المنتظمة لإبراز القيم الوطنية كانت فعالة للغاية. وشهد المدير العام للإدارة والمالية بإدارة الإقليم السيد أمين كتمة في الكلمة الختامية التي ألقاها أشاد بأنشطة الشباب الجارية من خلال توسيع منظماتها إلى المناطق النائية، مؤكدا دعم إدارته الكامل لإنجاح البرامج الشبابية. وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية على مسؤولي فروع المديريات النموذجيين، فيما تم منح الشهادات ل 116 طالبا من 8 مديريات تم تدريبهم على مستوى الكادر المتوسط. نظم الاتحاد الوطني للمرأة دورة تدريبية ل 46 امرأة من جميع أنحاء البلاد تركزت حول فوائد حليب الأم والطهي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 2. وأجرى التدريب الذي نظم في العاصمة أسمر واستمر لمدة أسبوع أعضاء من وزارة الصحة والزراعة والموارد البحرية. وفي الحفل الختامي الذي جرى في 2 فبراير أوضح بأن التدريب يهدف إلى تمكين الأمهات من إعداد وجبات متناسبة في المنزل لأطفالهن بطريقة أسهل وتعزيز معرفتهن بفوائد حليب الأم. وقالت رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة سنايت محري إنه من المقرر إجراء التدريب على الصعيد الوطني، ودعت المتدربات إلى التفاني في نجاحه. وقالت المتدربات إن التدريب سيعزز معرفتهن بغذاء الأطفال وتغذيتهم، مشيرات إلى توصيله لغالبية النساء. وشددت رئيسة الاتحاد السيدة خاتس ميكائيل على أهمية التدريب، وحثت المتدربات على نقل المعرفة المكتسبة إلى النساء في مناطقهن. أجرى مستشفى أروتا الوطني المرجعي تدريبا ل 23 عضوا من قسم التوثيق والبطاقات حول إدارة الوثائق وحفظها، استمر لمدة أسبوعين. وفي الحفل الختامي الذي أقيم في 2 فبراير قال المدير التنفيذي لمستشفى أروتا الوطني المرجعي السيد تولدي يوهنس قال إن التدريب المقدم نظريا وتطبيقيا يشمل تنظيم الوثائق ومراقبتها وتقييم الوثائق والتخلص منها. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تمهيد الطريق للانتقال إلى أساليب الحفظ الرقمي الحديثة من خلال فحص وتقييم الوثائق القديمة. وقال السيد هيدا مريم عند مريم عضو المكتب المركزي لوزارة الصحة الذي أجرى التدريب، قال إنه تم تقديم تدريبات مماثلة لأعضاء مستشفى حليبة الوطني المرجعي ومستشفى القديسة مريم ومرحنم. وحث رئيس الإدارة والمالية لمستشفى أروتا الوطني المرجعي السيد تخلى مريم أماري المتدربين على أن يكونوا جادين، لأن عملهم مرتبط بوثائق الصحة العامة. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. دعت مصر وفرنسا الأحد إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحذرتا من أن التطورات في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيغورنيه.
ودعا شكري أيضا لتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع. وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين قال شكري: أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع. وأضاف: نؤكد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وتابع شكري: يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. من جانبه قال سيغورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة. وأضاف الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية، معبرا عن قلقه بشأن زيادة التوترات في المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألفا قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. وتشمل الحصيلة الجديدة مقتل 127 شخصا في الساعات 24 الماضية، بينما أصيب نحو أكثر من 6000 شخصا منذ اندلاع الحرب. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، نقلا عن فرانس بريس. وفي وقت سابق قال مدير عام صحة غزة منير البرش أن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع. وأضاف: الجثث قد شوهت وتحللت ولم يبق منها إلا البقايا. وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده في معارك غزة. ووفقا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل، بمقتل هذا الجندي يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين لاقوا حتفهم منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 250 قتيلا. توفي الرئيس الناميبي حاجي جينغوب في وقت باكر الأحد عن عمر يناهز 82 عاما بمستشفى في ويندهوك، حيث كان يعالج بعد اكتشاف خلايا سرطانية لديه، حسب ما أعلنت الرئاسة في رسالة عبر منصة إكس. وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس البلاد المؤقت نانغولو موبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس: ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج. وذكر البيان أن جينغوب الذي كان رئيسا لناميبيا منذ 2014 كان محاطا بزوجته وأولاده عندما وافته المنية بمستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة. وأعلنت الرئاسة الشهر الماضي أن فحصا طبيا روتينيا كشف عن وجود خلايا سرطانية لدى رئيس الدولة، وذكرت أنه سيخضع لعلاج مناسب مع احتفاظه بمهماته الرئاسية. وكان جينغوب يعاني من مشاكل صحية قبل وصوله إلى السلطة، ففي 2023 خضع لجراحة بالدماغ، وفي السنة المنصرفة خضع لجراحة في الشريان الأورطي في جنوب إفريقيا المجاورة. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي ما لا يقل عن 51 شخصا حتفهم بسبب حرائق الغابات في وسط تشيلي، ومن المرجح زيادة عدد القتلى، إذ تكافح فرق الطوارئ لإخماد الحرائق التي تهدد مناطق حضرية. وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من 1,000,000 نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء. وذكرت السلطات أن مناطق محيطة بمدينة فينيا ديل مار الساحلية السياحية كانت الأكثر تضررا، وأن فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى كافة المناطق المتضررة. وأكدت السلطات تعرض أكثر من 1200 منزل للتدمير في كويليبو وفيلا أليمانيا على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة سانتياغو، في حين التهمت الحرائق ما لا يقل عن 9000 هكتار في جميع أنحاء منطقة فالبارايسو.
وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال هز البلاد في عام 2010 وأودى بحياة 500 تقريبا. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أبرز العناوين. صيانة طريق ترابي متفرع من خط سرجعة فلفل إلى كوندبا بمساعدة الآليات. إقليم عنسبة يشهد ارتفاع الحوادث المرورية عام 2023 بنحو 6%. تعزيز دور ومساهمة الشباب في برامج التنمية والتصدي في شمال البحر الأحمر. دعوة مصرية فرنسية لوقف إطلاق النار في غزة. الحرب الإسرائيلية على غزة تخلف أكثر من 27 ألف قتيل. وفاة الرئيس الناميبي حاجي جينغوب عن عمر يناهز 82 عاما. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.